عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة موجودين فين؟ في جليم على البحر. وقلت اخدكم معايا جولة على البحر. وهنا داخلين على سباباشة فيها طبعا زي ما حضراتكم عارفين مجموعة كبيرة جدا من النوادي. نوادي زي التطبيقيين والتجاريين والمهندسين ونادي المعلمين. جايين نعمل ايه بقى على البحر غير الجولة؟ جايين نشوف اخر التطورات بالنسبة لكوبري سيدي جابر. من فترة كبيرة صورت معاكم كافيهات، كان في كافيهات على كوبري سيدي جابر، وكانت وقتها تحت الانشاء. ولكن النهاردة جايين نشوف الشكل النهائي للكافيهات بعد ما تم الانتهاء من المشروع. ما زلنا موجودين في سباباشة على البحر. وادي اللي جاي ده نادي التطبيقيين، ونادي المهندسين. مش لازم تشتركوا في النوادي دي، ممكن تدخلوا بتذكارات. غالبا اخر مرة كانت سعرها 20 جنيه غالبا من سنة، مش عارفة الحقيقة سعر التذكرة السنة دي كام. لو حضراتكم من المهتمين بكل الأحداث اللي بتحصل في اسكندرية، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. يلا بينا نكمل الفيديو. احنا لسه كده طبعا سيبنا سباباشة، وزي ما حضراتكم شايفين داخلين على كوبري ستانلي. كوبري ستانلي تم إنشاؤه عام 2001، وطبعا في عهد المحافظ عبد السلام المحجوب. وكان طبعا من أهم الإنجازات، وهو قام بتوسعة كورنيش الإسكندرية وقتها عشان طبعا يتم عمل الجسر. ما زلنا في متجهين لكوبري سيدي جابر عشان نشوف اخر التطورات اللي تمت في مجموعة الكافيهات اللي تم انشائها اعلى الكوبري. شايفين احنا كده اعلى كوبري سيدي جابر. ادي مجموعة الكافيهات اللي تم انشائها، وشايفين تم وضع الزجاج الخاص بالشكل النهائي للكافيهات. وكمان في اول كافيه عدى كان تم وضع اسم عليه، كان مكتوب اسم كابتن كاب على اول كافيه عدى. ومنتظر طبعا باقي الكافيهات يتم وضع باقي اسماء الكافيهات يعني عليها. الشكل النهائي للكافيهات جميل جدا وعجبني، والتصميم روعة. باقي خطوات بسيطة جدا جدا على افتتاح مجموعة الكافيهات اللي حضراتكم شايفينها. شكرا لكم ولمتابعتكم، هتوحشوني جدا جدا. لحد الفيديو الجاي اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.